والشريط الاصلي للمباراه اللي جمعت الاهلي وبيراميدز في ختام الموسم اللي فات والواقعه اللي حصلت بين الشحات والشيبي. تمام. طيب استدعائهم للنيابه لسؤالهم في الواقعه وفي اللائحه اللي على اساسها تم معاقبه حسين الشحات بالايقاف والغرامه. وقلنا ان اتحاد الكره سكوته على المسلك اللي عمله الشيبي انه يروح للنيابه العامه ويعمل بلاغ مدفوعا بالمسؤولين في نادي بيراميدز هنا المسؤولين المصريين. وقلنا ده تحول خطير جدا ومخالفه وخرق شديد للوائح الاتحاد الدولي ولائحه النظام الاساسي. والنادي الاهلي بعت لهم جواب من حوالي 20 يوم وكان الاهلي خلاص بيجهز مذاكرته للاتحاد الدولي. وقلنا يا جماعه عدم الرد على النادي الاهلي معناه حاجه من اتنين، اما ان انتوا ما بتقدروش الناس وكده هيبقى لنا كلام تاني لانه النادي الاهلي عضو جمعيه عموميه، او ان انتوا موافقين على خرق اللائحه يبقى الكلام يروح للاتحاد الدولي اللي معتمد هذه اللائحه. تمام. او ان انتوا بتجاملوا بيراميدز وساكتين على اللي بيحصل. فكان النهارده اعلان اتحاد الكوره علشان يبرأ موقفه وعلشان لو الاهلي راح للفيفا او انه احال محمد الشيبي مباشره الى لجنه الانضباط بالاتحاد. يمكن توقعت انا من يومين ثلاثه مع حضراتكم انه بعد خطوه اشرف عبد العزيز المحامي واستدعاء هؤلاء للنيابه وكان في عزمه ايضا استدعاء اخرين انه الاتحاد بينفض ايده من الموضوع بدل ما يبعت انذار لمسؤولي بيراميدز يقول لهم اللاعب اذا ما سحبش الشكوى اللي قدمها للنيابه هيتعرض للمساءله. لا، الحقيقه قفز على هذه الخطوه وقال لك احاله مباشره للجنه الانضباط. وهنا لجنه الانضباط تشوف تقدير مخالفه اللاعب لهذه اللائحه، وزي ما قال اتحاد الكوره لائحه الاتحاد الدولي الفيفا ولائحه الاتحاد المصري لائحه النظام الاساسي، واللائحتين بيحظروا على اعضاء المنظومه الكرويه اللجوء للمحاكم المدنيه او الجنائيه او الاداريه اي قضاء غير الجهات المسؤوله محظور. طبعا. امبارح الاتحاد وافقوا على القرار كمجلس اداره واتاجل للنهارده لانه هم خدوا الموافقه بالتمرير، وكان الاخير اللي وافق على القرار لانه من امبارح ما كانش رد عليهم الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره الاتحاد. النهارده بعد الظهر حازم امام رد على الاستاذ وليد العطار بالموافقه، فبالتالي اصبح عندهم تصويت لكل اعضاء مجلس اداره الاتحاد. انتوا عارفين انه اي قرار بالتمرير يلزمه موافقه جميع الاعضاء. فبعد موافقه جمال علام وبقيه اعضاء الاتحاد كانت المساله في انتظار راي الكابتن حازم امام او تصويته. وبالتالي اتبعت جواب الساعه 5:30 الى النادي الاهلي، واعلن اتحاد الكوره من جانبه هذا القرار. يمكن لجنه الانضباط مستنيه علشان ما يتردد على انه ممكن يتصالحوا. هي اللجنه برضو مش مسؤوله على ان هم يتصالحوا او ما يتصالحوش. هم لو اتصالحوا هيروحوا يقدموا ما يفيد انه تم التصالح وتم التنازل والاتحاد ينظر في الامر. لكن ما تمش ده خلاص الاجراءات القانونيه تاخد مجراها وهنشوف اللي هيتم فيها. ده فيما يخص الشيبي. وكان ناس اتكلمت في مصالحات لكنه معلوماتي انه الشيبي بيتشرط قوي. يعني قال لحسين الشحات عبر الوسطاء اللي بينهم من اسبوع تعمل فيديو تعتذر لي فيه وتنزله وبعد ما ينزل هعلن انا التنازل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. موضوع الشيبي والشحات بوخ قوي. موضوع الشيبي والشحات لا يرتقي ولا بمستوى بيراميدز ولا مستوى النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيسير وواضح ان اللاعب المغربي كون ان هو يتجه للمحاكم المدنيه ده اصلا في حد ذاته لازم يعاقب على كده، لان انت بتلعب كره قدم، وكره قدم يعني في تحت رئاسه اتحاد الكوره والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والفيفا. ليه ايه اللي دخل المدني انت في حد غلط هنعترف ان حسين الشحات غلط. الراجل اعتذر مره واثنين وثلاثه
لكن الشيبي تحس ان هو برضو يعني مزودها او مش عايز يلم الامور او في حاجه في دماغه من مسؤولين بيراميدز. طب انت لاعب يعني ايه؟ كره القدم مش كده، كره القدم دي روح، دي رياضيه. ما انت بتتغلب مباراه او بتتغلب في جوله وبتقدر تعوض في الجوله الثانيه. خلاص الراجل طلع واعتذر، ده الراجل ده طلع مع رامز جلال في رمضان اعتذر وعبر عن خطأه وقال انا اخطأت ودي نرفزه ملعب ودي حاجات من هذا القبيل. فكان المفروض الامور تتلم، لان الموضوع كتر، ومحامي الشيبي ومحامي حسين الشحات والنيابه و10000 جنيه غرامه وايقاف مباراتين، دخلنا الامور او ادينا الامور اكبر من حجمها الطبيعي، او على الاقل ان بخصوص قيمه نادي بيراميدز كبيره جدا وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا. فالموضوع المفروض ما كانش خد اكتر من فين العقلاء وصناع القرار في النادي الاهلي ونادي بيراميدز. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه حبيبي.